السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ انا يا جماعه مدرب الحرس، والنهارده هدرب يوسف في مركز الحراسه، ومش هخليه يدخل فيه ولا جون حتى لو كريستيانو. مش انا مركزي مهاجم، ما انا هبقى حارس ليه؟ هو لازم تتعلم الحراسه، خليك افضل حارس في التاريخ يا يوسف. دلوقتي يا يوسف هتروح للعارضه اللي هناك دي، حلو، وهتقوم جاي للعارضه دي تلمس البتاع اللي فوق، اقوم انا شايطها هنا بايدي وانت هتصدها. ها يلا، ها يا ولد، حلو حلو، عاش. 3 مرات، يلا الثانيه، يلا يلا، ها. يا ولد، ما دخلتش يا جماعه الجون، ما دخلتش الجون. 3 هنط 3، يلا، ها يا ولد، على ملا يوسف. والتمرينه اللي جايه تراي، يلا يلا. في الجول، في الجول، ركز. عايزك تعمل التراي، تنط عليها، ما تخافش، نط عليها. يلا 1 2 3، ها يا ولد، حلو. على ان شاء الله اكون اتعلمت. على مين؟ يعني اخر واحده يا جماعه، اخر واحده، وان شاء الله تدريبي دوت هيجيب معاه فايده. اصلا عايز اعرفكم يعني يوسف ما شاء الله عليه كان جميل قوي في الحراسه. ايه، يلا 1 2 3، يا ولد، تاريخي يا ابني، تاريخي، عاش. دي فيها رمله كده. عادي عادي عادي، ايه، عاش عاش. هو تدريبي. التمرين اللي بعدها المفروض يا جماعه ان جو هيفضل واقف في الجون، وانا اول ما اقول له لف يمين اقوم شايطها يمين، لف شمال اقوم شايطها شمال. يلا يمين يا ولد، 3 يمين. دي سهله، بس حاولت اشوف هو خايف من الكره ولا لا. يلا لف. اخر واحده يا جماعه، شمال شمال، حلو حلو، نطيت عليها، عاش، حلو، عاش عاش. بعد كده ما تقلقش من الكوره، يلا اوه، ما تقلقش من الكوره بعد كده، يلا عاش يا جو. ودي يا جماعه التمرينه الثالثه هتكون ايه؟ هتكون عباره عن يوسف هيكون واقف في الجون ومديني ظهره، هيجي يلف وشه، هقوم شايط له واحده مثلا في اليمين على طول، اول لما يصدقها اقوم شايط له الثانيه في الشمال، ويقوم ايه، نطط. لف ولا يا عالمي، انا قلت ايه، اشوط التاني واحده ديت، عاش. يلا 1 ليش، اجهز بقى. دلوقتي يا جماعه انا همسك الكوره مثلا، وهو هيكون واقف عادي طبيعي، اقوم انا مثلا بايدي اقوم مديله 90 او برجلي بالشرط، هيقوم هو لازم ان هو ايه، ينط عليها ويلا. يلا يوسف، يلا جو، ها ماشي، جت في العرض. بص اصلا الشمس صعبه جدا والله يا جماعه، والله الشمس صعبه جدا. احنا بنصور لكم في ظروف صعبه والله. يوسف قول لهم الظروف اللي احنا بنصور فيها. لو احنا بادئين الفيديو دوت هنعمل فيديوهات من الساعه 6 الصبح، وهنفضل قاعدين لحد صلاه الجمعه، فيعني صلوا على النبي يعني. والله يا جماعه، وعايز اديكم نصيحه يعني، كلنا اخوات، اذا كان بتحب كريستيانو او اذا كان بتحب ميسي، مش عايزين نعمل الكراهيه اللي ما بينهم. ويلا نبدا التمرين، يلا يا ولد، عاش 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 عاش. يلا نصورني، بص طريقه المسك الصحيحه. بص مثلا جول، يلا يلا اللي بعده، عادي عادي عادي. حاولت اخدعه، قلت اشوف ردة الفعل بتاعته، لكن ايه، لكن لم تعالى يلا، تعال كفايه التمرين ده، انت اتعلمته ما شاء الله اكبر عليك. في تمرين انا هقول لك التمرين، يلا يا جماعه. وكده دي نهايه التمرين الرابع، نخش على التمرين الخامس. وبصوا يا جماعه، ديت التمرينه الخامسه، وكده نكون خلصنا نص التمرينات. وبصوا التمرينه هنعمل نموذج على يوسف. ارجع، يلا بطل، قوم على الثانيه يا ولد، ارجع، يلا، قوم، يلا العافر يا ولد. وكده يا جماعه نكون خلصنا التمرينات.
معكم مدرب ادم، واللاعب الاسطوري اللي ان شاء الله ينجح في التدريبات وينجح لما يلعب حارس ان شاء الله. ربنا معاك. يلا. وعايز اقول لكم يا جماعه ان يوسف هو اللي جايب كل الافكار دي، وما شاء الله ان شاء الله يبدع في كل افكاره ان شاء الله اللي جايه، وهو اللي بيعمل المونتاج، انا بس بصور وباجي انزل معاه بس بساعده شويه. وبس كده يا جدعان، ده كل الفيديو. اللي وصل لحد هنا ما ينساش يحط لايك واشتراك، وبحبكم جدا. يلا سلام.